عمرك سألت نفسك قبل كده ازاي الناس بتختار كلياتها؟ بعد ما قضيت 4 سنين في هندسة اسكندرية وتعرضت لمواقف وضغوطات كتير، اقدر اقول لك الإجابة دي. أولا لازم تبقى عارف إن كليتك ومستقبلك محسوم عند ربنا فوق أي اختيار ليك، لكن بعد ده طبعا احنا بنختار الكلية للأسف بالمجموع. يعني الأغلب لو جاب مجموع عالي في ثالثة ثانوي فهو بيخش الكلية اللي مجموعها عالي حتى لو ما كانش عايز يخشها، ودي ناتجة من تأثيرات نفسية ومجتمعية محيطة بينا. ولو حتى كان عايز يخش الكلية دي فهو بيخشها عشان هي هندسة أو طب. وفي الحالة دي بيبقى عندنا احتمالين: أول احتمال إنه بيخش جوه فبيلاقي المجال فعلا حبه وبيكمل فيه وبيكون فعلا ماشي في اختيار ربنا ليه، والاحتمال التاني إنه بيخش يتصدم جوه إن مش ده المجال اللي عايزه فبيتشعب لمجالات تانية وبيروح لسكة تانية اخرها الاختيار اللي ربنا عايزه. وده السبب ان الناس اللي بتعمل كارير شيفتنج بتبقى دايما من كليات عالية. والغرض من الفيديو ده اني عايزك لو حددت كلية نفسك تخشها شوف فيديوهات عنها كتير واسمع من الناس اللي جواها، وما تخشش كلية استخسار مجموع او خوف من نظرة اهلك او جيرانك ليك، لان في الاخر محدش هيشيل الشيلة غيرك. لو عايز تشوفني تاني